مريض بيشتكي من أعراض معينة. خد ميعاد مع دكتور صاحبه شكر له فيه. انتظار طويل ودماغه عمالة تجيب وتودي. اسمه اتندى. دخل للدكتور، الدكتور بيكشف المريض. ها يا دكتور؟ الدكتور مكمل كشف وبيكتب الروشتة من غير ما يتكلم. المريض مش إن شاء الله خير؟ الدكتور مش بيبص للمريض ومكمل، اداله الروشتة وقال له تخليك على الدواء ده لحد ما اشوفك الاسبوع اللي جاي. المريض يعني عندي ايه يا دكتور؟ الدكتور بس انت امشي على الدواء ده لحد ما اشوفك، مع السلامة. ويخرج المريض وفي راسه ألف فكرة وفكرة. يظهر إن الموضوع كبير. طيب والعيال والشغل والبيت؟ أنا نسيت أسأله، طب أروح الشغل ولا محتاج أجازة؟ لا، أنا هدخل أسأله. أرجع إيه واستنى دور من الأول وهو أساسا بالعافية بيكلمني؟ أنا هروح بقى وخلاص. ويمشي المريض لبيته وهو مهموم. المشكلة بقى إن الموضوع ممكن يكون بسيط، والدكتور في باله إن الموضوع مش مستاهل كلام أصلا، والمريض متصور إنه الموضوع كبير لدرجة إن الدكتور نفسه مرضاش يقوله، وتفضل دماغه مش رحماه لدرجة إنه أحيانا ممكن إن هو يمرض من كتر أفكاره دي. كل ده لأن الدكتور عمل الواجب من الناحية الفنية، يعني الفحص الفني تمام كأنه بيكشف على العربية كده، لكنه غفل عن نقطة مهمة، وهي إن كلامه مع المريض جزء مهم وضروري وواجب من واجباته وحق من حقوق المريض. على النقيض ممكن تلاقي شخص دخل بيستفسر عن حاجة أو عن شيء من هيئة أو من مكان معين، وبيبدأ يسأل، فتلاقي الشخص اللي بيكلمه بيتكلم معاه بلغة هو مش فاهمها، يعني بيتكلم معاه بلغة تانية، وممكن يكون الشخص اللي بيتكلم أو اللي بيسأل من خلفية بسيطة جدا، فبالتالي ما بيفهمش السؤال كويس، وبالتالي بيرد إجابات أحيانا بتكون مش مظبوطة، وبيترتب على ده نتائج تانية كتير بسبب خطأ في الأسلوب أدى لخطأ في الجواب. للأسف عدم الاهتمام بالكلام بيؤدي لاضطرابات كتير. علشان كده هنتكلم مع بعض النهاردة عن كتاب مهم جدا اسمه فن الكلام للدكتور إيهاب فكري. يمكن طول عمرنا بنتعلم إزاي نرد، إزاي نجاوب، بس ما افتكرش إن إحنا عمرنا اتعلمنا إزاي نسأل السؤال الصح. السؤال الصح هو نص الإجابة. للأسف الشديد أوقات السائل نفسه ممكن تلاقيه مش فاهم هو عايز إيه، لأنه ما تعلمش إزاي يسأل، إزاي يصيغ استفساره بشكل واضح. وتلاقي الشخص بيسأل مثلا حد وبيقول له بص حضرتك أنا عندي سؤال، يعني هو سؤال مش عارف صح ولا غلط، ويقعد يحط في حشو ملهوش أي داعي، ويفضل صديقنا ده حيران بيلف ويدور ويدور ويلف في اللا شيء، ويفرهد نفسه واللي بيفكر يجاوبه على سؤال. السؤال ببساطة عبارة عن مقدمة وعرض للمشكلة، وأخيرا صياغة السؤال بألفاظ واضحة وسهلة. هنعرف مع بعض النهاردة في الكتاب 4 محطات رئيسية في فنون الكلام. أول حاجة فن الاستماع. أيوة، عدم الكلام يعتبر أول فن من فنون الكلام. في مقولة بتقول الأحمق الساكت يحسب مع الحكماء، يعني أوقات كتيرة جلوس الجاهل مع الحكماء لو كان ساكت طبعا ممكن جدا إن هو يخرجه من دايرة الجهل دي وتزيد خبرته وحكمته. سمة مشتركة مع أغلب الناس اللي نظرتهم محدودة وعقولهم مسدودة هي إنهم بيتكلموا أكتر ما بيسمعوا، متعصبين لآرائهم وحاطين شعار أنا أتكلم إذا أنا موجود. في مقولة جميلة بتقول إن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. طبعا في نوعين من الصمت، الصمت الإيجابي وده المقصود منه هنا، فأنا ساكت وسامع للشخص اللي معايا، وأنا بسمعه أنا بفصل خبراتي الشخصية عن الموضوع اللي أنا بسمعه، بحط كلامه في إطار ظروفه هو مش ظروفي أنا، وده اللي اسمه الاستماع الجيد. إنك بتحاول تحط نفسك مكان اللي قدامك، تتخيل مشاعرك هتكون عاملة إزاي وقتها. مهم نبقى مدركين إن كل إنسان له قيمة كبيرة في عين نفسه، عشان كده هو بيكون مهتم بموضوعاته ومشاكله وحياته، وإذا لقى الشخص اللي بيقدر ده فهو حقيقي هيقدر وجوده، أو على الأقل هيرتاح في التعامل معاه. النوع التاني من الصمت هو الصمت السلبي، وده طبعا ضرره أكتر من نفعه، واللي غالبا بيكون ناتج من قلة الثقة بالنفس. أوقات الصمت ممكن يدي انطباع بالغموض أو الانعزال، ولكن مش معنى إن إحنا بنحاول نتعلم فن الاستماع إننا ما نتكلمش خالص، بالعكس دايما خير الأمور الوسط، لا كلام طول الوقت ولا سكوت طول الوقت. ولما تعمل كده هتلاقي نفسك لما بتتكلم بيكون لكلامك معنى، وكذلك سكوتك. النقطة اللي جاية دي مهمة جدا، مهم وضروري جدا إن إحنا نتعلم إن لكل مقام مقال. ما ينفعش تكون قاعد مع حد مثلا على ترابيزة الأكل وتقرر إنك تشاركه أعراض تعبك الأخير بشرح تفصيلي صوت وصورة، أو مثلا تكون قاعد بتزور شخص مريض وتلاقي نفسك بتقوله إنه في حد حصل له نفس اللي حصل له ولكن ساءت حالته في النهاية. لازم تشوف وتراعي الزمان والمكان لكلامك دايما. مهم كمان واحنا بنتكلم مع حد ان احنا نعرض كلامنا باسلوب بسيط، يعني لو هتشرح لحد موضوع صعب او معقد فحاول انك تستخدم كلمات والفاظ بسيطة، لان هي مش شطارة ابدا انك تستخدم الفاظ معقدة، وطبعا الشيخ الشعراوي خير مثال ده رحمة الله عليه.
كمان وانت بتتكلم مع اللي قدامك ابدأ حوارك بأسئلة، يعني بتحاول انك تشاركه معاك في الحوار بدل ما يكون مستمع بس، انت كده خليته شريك معاك في الحوار. أسئلة من نوع تفتكر لو كنت مكاني كنت اتصرفت ازاي، أو تفتكر أنا اتصرفت صح في الموضوع ده. تاني نقطة معانا هي عدم المقاطعة، والجزئية دي في غاية الأهمية. المقاطعة إن إحنا أوقات بنقاطع اللي بنكلمه، والجزئية دي بالذات للأسف الشديد أنا أوقات كتير بلاقي نفسي إني بقع فريسة ليها، وأتصور إن المشكلة دي من أكتر مشاكل الكلام شيوعا جدا. أوقات ممكن تكون بسبب حماسة زايدة، يعني حد بيحكي لك حاجة فتلاقي نفسك اتحمست جدا وبدأت إن أنت تدخل في الحوار بتاعه كنوع من أنواع الحماس أو المشاركة في الحوار، وتبدأ تقاطعه في كلامه وتاخد انت دفة الحوار لناحيتك، وتنسى ان كان في بني آدم بيتكلم معاك. اوقات تانية بتكون المقاطعة على سبيل الاعتراض، يعني حد بيقول وجهة نظره وانت معترض تماما على الكلام اللي هو بيقوله، فتلاقي نفسك بتقوله لا الكلام ده انا مش موافق عليه، او بالعكس او للأسف النوع ده من المقاطعة أو النوع ده من الشخصيات اللي بتعمل النوع ده من المقاطعة بتفقد الأصدقاء بسهولة. في أوقات تانية المقاطعة بتكون ضرورية في الكلام، يعني مثلا حد بيقول عباس العقاد، فالطرف اللي معاه في الحوار قال له عباس العقاد ده كاتب عبقري، أنا قريت له كذا وكذا وكذا، وهنا بيقاطع الطرف الأول وبيقول له أنا آسف أنا أقصد عباس العقاد شارع عباس العقاد اللي في مدينة نصر. هنا المقاطعة مقبولة بل وضرورية، لأنه ممكن لو سبته يخلص كلامه وقلت له تعليقك ده في النهاية ممكن يتخيل انك بتستهزئ بيه او بتسخر منه، او ممكن اكون بتكلم مع حد ولقيت ان كلامه فيه بعض الحقائق الناقصة او في معلومة ناقصة عنده، فممكن ساعتها ان انا احاول اقاطعه، ولكن في الحالة دي بيكون تعليق بسيط وبكلمات قليلة. وطبعا الافضل ان احنا نعمل ده في اضيق الحدود وللضرورة بس، يعني لو في معلومة غايبة عن المتكلم او المتحدث ولو عرفها ممكن يغير من رأيه، ساعتها ممكن تتكلم. وطبعا الافضل دايما احنا ننتظر ان اللي قدامنا يخلص كلامه وبعد كده ابدا اعرض وجهة نظري او اوضح له النقط اللي هي غايبه عليه. الحقيقه ان الاستماع للمتحدث لاخر كلامه او حتى لاخر جمله مفيده هي من اهم اداب الحديث، كمان بيديلك فرصه كده انك تفكر في كلام الطرف التاني وتفهمه اكتر، بل بينصح كمان انك انت تساله اذا كان خلص كلامه ولا لسه حابب يضيف حاجه. وفي ناس بقى يا رب جعلنا منهم، يعني الناس دي بتتسم بالموضوعية كده، وهي إنه ممكن يغير رأيه بعد ما ادى لنفسه فرصة وسمع الكلام من الطرف التاني لآخره. عموما كده كل ما الإنسان كان هادي وصبور كل ما ادى اللي قدامه إحساس عميق إنه واثق من اللي بيقوله. النقطة الثالثة معانا في فن الكلام هي النقاش بدل من الجدال، والحقيقة إن احنا اتكلمنا في الجزئية دي باستفاضة في الفيديو الخاص بأدب الحوار. في فرق كبير ما بين الجدال والنقاش. الجدال عادة بيكون بين طرفين أو أكتر، بيكون في حدة أو هجوم من طرف على التاني. الجدل غالبا بيكون بغرض الظهور بغض النظر عن الوصول للحقيقة، بخلاف النقاش واللي هو محاولة الوصول لنقطة معينة أو حقيقة معينة. في النقاش بتحس إن الأطراف كلها شركاء في الوصول للحقيقة، بعكس الجدال واللي فيه كل طرف بيقابل الطرف التاني برأي عكسي مباشر. أسهل طريقة تعرف بيها أنت بتجادل ولا بتتناقش مع اللي قدامك لو لقيت نفسك لما شريك الحوار بيتكلم بتقوله عكس اللي بيقوله تماما، اعرف وقتها إنك في طريق الجدال ومش النقاش. وطبعا الصوت العالي وسرعة الرد والاندفاع في الكلام علامة واضحة جدا من علامات الجدال. علو الصوت يعتبر نوع من أنواع العنف، والعنف بيخلي الطرف التاني يرد بنفس العنف أو على الأقل بيحاول يدافع عن نفسه، وطالما بقى في كلمة نفس يبقى خرج الموضوع عن الموضوعية. ولو وصلت للجزئية دي فأنت محتاج تغير النغمة زي ما بيتقال، أو نحاول ندور على نقطة اتفاق جديدة نبدأ نعيد بيها الحوار من جديد. للأسف في بعض المصطلحات في كلامنا بنقولها أحيانا بدون قصد بتحول النقاش لجدال فورا، زي مثلا حد بيتكلم معاك فقلت له لا غلط او مش صح، او بالعكس اللحظه دي الموضوع بيتحول من عام لشخصي. الطرف التاني اللي معاك بيسمع الكلام بمعنى انه انت رايك غلط واللي شايفه غير صحيح، وبيتحول النقاش ساعتها لمبارزه بين طرفين ما بين الانا والانت، رايي ورايك، وبيتحول الموضوع لطار شخصي وبتوه الحقيقه في النص. وللاسف برضو ان الطرفين اللي بيخرجوا من الجدال ده في فجوه كبيره بينهم وبتزداد الكراهيه وبيشتد التنافس وبتوه الحقيقه. الاكيد انه مش عيب ابدا انه يكون بيننا اختلاف في وجهات النظر، المشكله بتيجي لما بنعبر عن الاختلاف ده بطريقه تولد عداوه وكراهيه. واحد قالك راي في موضوع او في قضيه ايا كان، فانت محتاج تتاكد الاول انه مش طرف منتفع او حد من قرايبه او فالموضوع هنا موضوع شخصي مش قضية عامة، وفي الحالة دي بيفضل التعامل بحذر واختيار الألفاظ زي ما بتحب إن حد يتعامل معاك وقت توجيه نقد شخصي ليك. طيب لو هو طرف محايد ملوش أي صلة أو روابط، يبقى وقتها حاول إنك ما تهاجمش رأيه
ولا كلامه، وحاول إنك تبدأ معاه بتحليل الحقائق اللي بيبني عليها رأيه. يعني قوله إيه اللي خلاك تقول كده، أكيد عندك أسباب تخليك شايف كده، إيه هي الأسباب دي؟ نقطة تانية مهمة، في بعض الكلمات غالبا بتكون لازمة في الكلام بتاعنا، زي كلمة لأ أو بالعكس أو مش كده، اللي هو ممكن أنت تكون بتتكلم مع اللي قدامك وأنتم متوافقين تماما مع بعض. قابلت حد وبيقولك عامل إيه، ترد وتقول له لأ كويس الحمد لله. إيه الفايدة من كلمة لأ هنا؟ ركز كده في الجملة اللي فاتت دي، لأ كويس. إيه الفايدة من كلمة لأ اللي في البداية؟ أو واحدة تقابل صاحبتها فتقول لها ما شاء الله عليكي خسيتي، فتقول لها لأ ما شفتنيش كمان من شهر. المفروض إن هم على نفس الرأي، ولكن هي لازم الكلمة دي في اللسان. أو أحيانا تلاقيه بتتكلم مع شخص وتلاقي صوته عالي، فتطلب منه بشكل مباشر إن هو يوطي صوته، فيفهم ده على إنه أمر مباشر، وقد يعتبره إنك بتقلل من قدره، وغالبا مش هيستجيب، بل بالعكس ممكن يعلي في صوته أكتر، أو يقول لك هو أنا صوتي كده. علشان كده دايما لو لقيت حد بتتكلم معاه ولقيته صوته عالي أو بيتناقش معاك بصوت عالي، ما تحاولش توجهه توجيه مباشر إن هو يوطي صوته. حاول أنت اللي توطي صوتك بشيء من المبالغة، وحاول تكمل في كلامك كده شوية، هتلاقيه هو تلقائي بدأ يوطي في صوته فعلا. ولما تيجي تنقد، حاول إنك تنتقد الكلام مش المتكلم. مثلا شخص بيشكر في دعاية عن منتج أو في حد، مثلا هيقول له أصل أنت بس على نياتك وبيضحك عليك، أنت ما شفتش الدعاية اللي بجد. طب إيه الداعي من الجملة دي؟ أنت كده شبه وصفته بالسذاجة وقلة الخبرة، وبالتالي ممكن الشخص ده يحاول يثبت لك إنه لأ هو شخص خبير وفاهم، وفجأة اتغيرت دفة الحوار تماما. هو ممكن فعلا زي ما انت بتقول الدعاية مش أحسن حاجة، بس المقدمة اللي انت قلتها دي بوظت الدنيا وما كانش ليها أي داعي. خليك في الموضوع، ما عليك من الشخص وصفاته، انقد في النواحي الفنية لو فعلا عايز تثبت صحة وجهة نظرك. محتاجين نتعلم الجزئية دي جدا جدا ونحطها في بالنا، إن احنا ننقد التصرف، الفعل. انقد الفعل وليس الفاعل. طول ما الكلام عن الموضوع فهو يعتبر نقد موضوعي، والكلام قابل للنقاش. نقطة في غاية الأهمية الكاتب بيلفت نظرنا ليها، ألا وهي دائرة العشم. الناس المقربين اللي في حياتنا، اللي يعتبر نوعا ما ضامنين وجودهم، من أب أو أم أو أبناء أو زوج أو زوجة. للأسف الدايرة دي مش بتاخد حقها من الكلام الحلو في حياتنا، فبتلاقينا بنتعامل بحرص شديد وبنحاول نستخدم أحسن الألفاظ في تعاملاتنا خارج الدايرة دي، بينما في تعاملاتنا مع دايرة العشم دي بنتعامل بعدم اهتمام، وأحيانا توصل لقلة ذوق كدليل يعني على قوة العلاقة. وبننسى الذوقيات اللي هي ألف به أي علاقة في الدنيا، زي إني أكلم صاحبتي قبل ما أروح أزورها، أو أشكر والدتي على تعبها، أو أستأذن صاحبتي قبل ما أستخدم حاجتها، أو أشكر زميلي على مساعدة، أو للأسف بننسى الآداب البسيطة دي اللي هي حق من حقوق أي إنسان. كلمات زي من فضلك وشكرا وبعد إذنك للأسف بقت عملة نادرة. طريقتنا بقت جافة والعلاقات بقى فيها شيء من البرود، وبنتناسى كلمات التشجيع، وكل ده بحجة دايرة العشم. بننسى إن احنا نحاول نسميهم بأحب الأسماء لقلبهم وإحنا معاهم وبنكلمهم. الأخ أو الأم أو الصديق المقرب له حياة وله ناس وعنده مشغوليات، بل أحيانا ممكن توصل إن الشخص يستهزئ بصاحبه في جلسة مع ناس ما يعرفهمش، كنوع من أنواع كسب ود الناس الجديدة دي. علشان كده ممكن تلاقي بعض الناجحين أو القادة أو أصحاب القرار اللي ليهم احترام في المجتمع بيبعدوا عن دايرة العشم دي. طبيعة العلاقة اللي كانت قايمة بالطريقة دي ما ينفعش تستمر على نفس النهج. النقطة الرابعة والأخيرة معانا في فن الكلام، الذوقيات. ما نحاولش نتصل على حد أكتر من مرة في نفس الوقت. وارد جدا يكون الشخص ده بيصلي، نايم، بيعمل أي حاجة، وفي الآخر ممكن يكون السبب مش مستدعي كل الإلحاح والإصرار ده. ما تتصلش على حد وتمتحن ذاكرته ومقدار غلاوتك وتستمر في تعذيبه لحد ما تقول له أنت مين أو اسمك إيه. أرجوك ما تعملش كده تحت أي مسمى. ابدأ المكالمة بطريقة كلاسيكية لحد ما تعرف أحوال الطرف اللي أنت بتكلمه. يعني ما تحاولش تبدأ كلامك بهزار زيادة عن اللزوم أو هدوء زيادة عن اللزوم، يعني خليك طبيعي لحد ما وضع اللي بتكلمه يظهر لك. بلاش العتاب الكتير كنوع من الزيادة في الود والعشم، لأن للأسف بتتحول لعبء وشخص غير مريح في التعامل. بلاش غيبة، بلاش قعدتك تبقى عن الناس، لأنك هتبقى الشخص اللي الناس هتخاف منه، لأنك أصبحت لا تؤتمن، وزي ما قلت على غيرهم هتقول عليهم، وهينقص من رصيد ثقتهم فيك. التعميم في الأحكام والآراء، للأسف التعميم الكاتب بيقول إن هو دليل على السذاجة، وإذا حتما ولابد فممكن تعتمد مبدأ الاعتقاد والتغليب، إنك تقول مثلا أعتقد إن أغلب الناس، أو أعتقد إن الفئة دي، أو فده أدعى إن كلامك يتاخد على محمل الجد. النقطة الأخيرة، لو عندك لازمة في الكلام بقى حاول تتخلص منها وبس كده. قولوا لي ايه رأيكم في الفيديو بتاع النهارده، وايه اكتر فن من فنون الكلام حاسين انه مهم وضروري ان احنا نطبقه. اعاننا الله.